اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن قريب رح يفوت علينا ضيف. طبعا لازم لما يفوت علينا الضيف قبل ما يفوت شوية بنقوم نحرك حالنا، بنعمل شوية من التحريك، حركات هيك ترتيبة من هون وتلطيفة من هون للجو، بتخلي المكان لطيف قبل ما يفوت علينا ضيفنا. شلون لو كان الضيف شهر رمضان الكريم اللي هو شهر فيه راحة وفيه عبادة وفيه سكينة وطمأنينة، لازم نشعر في هالشي هذا وبيتنا يكون مريح عشان نقدر بين الطبخ وبين العبادة ما يكون علينا شي تاني ونكون أجواءنا مريحة. فلازم بهالفترة هاي اللي قبل ما يحل علينا الشهر يا رب بنقوم بنعزل كل يوم، بنعمل شغلة شوية، مرة بنعمل البهارات، مرة بنعمل الكاسات، مرة بنعمل المعالق، مرة بنسوي البرادي، بننظف المكان، بنرتب الخزن. هيك بفوت علينا الشهر إن شاء الله ونحنا بيتنا مريح وبيتكن يعني انتو حاسين براحة نفسية قبل ما يفوت علينا الشهر. ان شاء الله يفوت على الجميع والكل بصحة وعافية وانتو آمنين ومطمئنين، لا فاقدين ولا مفقودين. فكان الروتين هيك العصريات. انا كنت طبخة طبختي الصبحيات قبل ما اطلع، نص الطبخة طبعا الشوربة، وهلا الصوص. وانا هلا بدي اعمل برغل، عملته برغل معاكم. قلت عبين ما اعمل البرغل رح اقوم اساوي الدرج تبع السكاكين والمعالق اللي هو ما عندي غيره، هذا رح بحط فيه كل المعالق مع بعض. مشان هيك انا ما بكتر، يعني المعالق الصغيرة والهاي والكبير معلقة طبق الاكل، كونه عندي مغارف وهيك شغلات بحاول احط هون قسم والقسم الثاني بحطه بالمستودع اللي عزلته انا وياكم من فترة. فهذا كان روتيني. بتمنى حبايب قلبي إذا عجبكم الفيديو لا تنسوني من الدعم والاشتراك في قناتي وتفعيل زر الجرس مشان يوصلكم كل جديد، ورح توصلكم أكلات كتير حلوة وفيديوهات كتير لطيفة. وكمان عملت معاكم حلويات كتير كتير طيبة وعملت لها مقاطع شيرت رح نزلها كمان على اليوتيوب وعلى الانستغرام والتيك توك والفيسبوك. بتمنى هناك تشاهدوها وما تنسوني من الدعم والاشتراك. مقاطع كانت كتير واضحة بتوضح الوصفة بالضبط، وعملت معاكم وصفات حلو كتير كتير ظابطة رح تعجبكم. من مجرد تنظروا تطلعوا عليها يعني رح تكون تحسوا بقد ما هي مشغولة بشكل مزبوط ومتعوب عليها. تعبت على الفيديوهات بشكل مزبوط ونسقتها، وبنفس الوقت الوصفة كتير كتير وصفاتي ظابطة راح تعجبكم. بتمنى ما تنسوني من الدعم والاشتراك في القناة مشان توصل لأكبر عدد من المشتركين قبل ما يحل علينا الشهر إن شاء الله ويتبلش أنزل بالفيديوهات عن قريب. فهلا كان طبختي أنا هون عاملتهم الصبح بندورة مع ذرة مع بكوسة مع باذنجان، فكانت مقطعتهم ناعم وطابختهم مع شوية من البرغل طبختهم. بس جيت العصريات وأنا عم بشرب كاس المتى وبنظف الدرج كانت الوصفة كتير كتير طيبة. رح نزل لكم وصفة تقريبا متشابهة فيها كمان فاصوليا، بس عملتها معاكم وصورتها، قدرت اصورها الصبح قبل ما انا اكون طالعة. وبنفس الوقت رح ارجع اعيد معاكم هاي الطبخة بطريقة تانية ورح اطبخ معاها. انا بعشق معاها البرغل مشان هيك سويت معاها برغل. بشوفكم الفيديوهات تانية وسلام.